السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتي فور، طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. لسه اول مرة يشوفني انا حنان عبد الغني من مصر. بنقدم اكلات وحلويات، حاجات كتير ان شاء الله هتعجبكم. البيتي فور بتاعنا استخدمنا النهارده في التزيين شوكولاتة بيضاء وشوكولاتة بني، واستخدمنا الفيرماسيل الملون وفيرماسيل البني، واستخدمنا جوز الهند. حاجة سهلة وبسيطة جدا، والشوكولاتة والبيضة والشوكولاتة البني يقدروا يغنوكي عن أي حاجة. يعني تقدري بتمن شوكولاتة بيضة وبني بس تزيني كيلو البيتي فور بتاعك. طريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا مع بعض نشوف المكونات والمقادير اللي استخدمناها لعمل البيتي فور. احنا هنستخدم الزبدة الفرن. تمام. انا جبت الميزان وخدت من القالب الزبدة ده كيلو، خدت منه 250 جرام. يعني اللي احنا محتاجينه بالظبط هو 750 جرام زبدة، اللي هو كيلو إلا ربع زبدة، على كوبايتين وربع سكر بودرة مطحون في البيت. ليه مطحون في البيت؟ عشان بره بيبقى عليه إضافات. فاحنا كده بقى خدنا الزبدة بدرجة حرارة متوسطة ما بين درجة حرارة المطبخ ودرجة حرارة التلاجة، عشان نقدر كده نضربها بالمضرب بتاعنا. هندوب السكر مع الزبدة كويس، ما تضربيش زيادة عن اللازم عشان الزبدة ما تفصلش منك، لحد ما يبقى معانا القوام بالشكل ده. نبتدي نجهز 4 بيضات. 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. كل بيضاية نحطها منفصلة عن البيضة التانية، مش هنحط البيض مع بعض. نحط كده البيضة ونضرب بالمضرب. أول ما يروح أثر البيضة الأولى نحط التانية والتالتة والرابعة هكذا. بنضرب بالمضرب اليدوي أو بمضرب الكهرباء أو بإيديكي، مفيش مشكلة في حاجة خالص. بأي طريقة من الطرق إن شاء الله يتعمل. هنحط البيضة الرابعة، وحطيت كمان شوية فانيليا اللي هي السايلة. والقوام بقى معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ويا ريت ما نضربش في درجة حرارة، يعني المطبخ بتاعك لو انت مشغله الفرن ودرجة حرارة المطبخ حر، بلاش تضربي البيتي فور في المطبخ. تمام. خدي في حتة بره المطبخ كده واضربي براحتك، عشان احنا مش عايزين الزبدة تفصل مننا. لحد ما القوام بتاعنا يبقى بالشكل ده نبتدي خلاص نوقف المضرب. نكون مجهزين كيلو دقيق منخول، وننزل بدقيق واحدة واحدة ونقلب فقط لا غير. مش هنعجن نهائي. نجيب كيس الحلواني ومحضرين القمع اللي احنا هنشتغل بيه، ونملى كيس الحلواني والعجينة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. طبعا العجينة بتاعت المكنة بتكون بنزود دقيق عشان نقدر نمسكها ما بين ايدينا. العجينة بتاعت الكيس الحلواني بنبقى عايزينها، عفوا بنبقى عايزين العجينة بالشكل ده عشان تنزل معانا سهلة من القمع وتشكل معانا بالشكل الجميل ده. وبكل سهولة تعملي البيتي فور بتاعك. فيش 5 دقايق هتكوني خلصتي بإذن الله. تقدري تشكلي أكتر من شكل بقمع واحد. في فيديو عاملاه في الفيديوهات المباشرة. لو دخلتوا على القناة على الفيديوهات المباشرة هتلاقوا إن أنا عاملة فيديو عاملة بالقمع واحد حوالي 4 أشكال للبيتي فور. يعني ما غيرتش القمع ما بين قمع والتاني، لا انا عملت 4 اشكال بقمع واحد. ادخلوا على الفيديوهات المباشره ان شاء الله هتلاقي الفيديو. ويا ريت تحطوه على درجه حراره 180 في الفرن، في الرف في الوسط، ويطلع معاكي البيتي فور بالشكل ده. ما تطلعش البيتي فور ابيض، عايزين لونه يبقى بنفس الشكل ده، متحمر كده تحميره بسيطه، لونه ذهبي جميل. ونبتدي بعد خلاص بقى ما عملنا البيتي فور بتاعنا، جبنا كيس حلواني برضو او بكيس تلاجة. نحطش المربى المشمش اللي هي ما فيهاش قطع، ونبتدي نحط ما بين كل قطعة والتانية كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. جمعت كل قطعتين قد بعض ما بينهم المربى المشمش، طعمها بيبقى في منتهى الجمال مع البيتي فور، او هي افضل طعم. تقدري تحطي الفراولة التين زي ما انت حابة، بس يكون ما فيهاش قطع. جبنا الشوكولاته بتاعتنا وسيحناها على حمام بخار زي ما انتم شايفين، وحطينا البيتي فور بتاعنا بعد ما جمعناه بالمربى، غمسناه كده بالشوكولاته البني، وهنحطه على شبكه زي ما انتم شايفين كده تصفي لو في اي شوكولاته زياده. وهكذا مع الشوكولاته البيضاء برضو سيحناها على حمام بخار، وهنحطه على الشبكه. كل الكلام ده كله كده زي ما انتم شايفين. ونبتدي بقى نجيب كده عكس حاطين شوكولاته بني، هنجيب شوكولاته بيضه، ونبتدي نمرر كده بالمعلقه بتاعتنا على الجنب اللي حطينا فيه الشوكولاته بالشكل ده. اسهل طريقه للبيتي فور، اظن مفيش يعني تكلفه، ولا قلت لكم مكسرات ولا قلنا اي حاجه. بصوا شوكولاته بس بيضه وشوكولاته بني
بس كده. تقدروا كمان تحطوا بنفس الشكل لو انتوا مش عايزين تعملوا الخطوط اللي انا بعملها دي، تقدروا تحطوه بالشوكولاته البيضاء والشوكولاته البني. مفيش اسهل من كده. طعم جميل، السوا جميل، حاجه معموله في البيت، نضيفه ومضمونه، كميه كويسه جدا جدا هتطلع لك. دلوقتي البيتي فور والكحك والبسكوت بقى بالواحده، يعني العشر كحكات او العشر بيتي فورات بقوا برقم وبسعر. لا انت هتعملي حاجه في البيت فيها بركه، تديكي كميه كويسه جدا جدا وطعم في منتهى الجمال، حاجه نضيفه بجد هتشرفكم. كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين عملنا الشوكولاته البيضاء على الشوكولاته البني، والعكس الشوكولاته البني حطينا مررنا بيها على الشوكولاته البيضاء، وبقى معانا بالشكل ده جميل جدا جدا. استخدمنا زي ما قلت لكم الفرماسيل، تقدري تغمسي الشوكولاته البني وفرماسيل بني وفرماسيل ملون وجوز هند، وهنشوفه مع بعض دلوقتي. ما رضيتش اطول عليكم الفيديو، سهل جدا جدا ان احنا نغمس في الشوكولاته ونحط في المكسرات او نحط في الفرماسيل ايا كان البني او الملون. مش هطول عليكم الفيديو عشان خاطر احنا في الوقت بقى صعب جدا اللي منزله في الفيديو. حاجة سهلة وجميلة. ادي الفرماسيل الملون، وادي جوز الهند، والشوكولاتة كمان السادة، والشوكولاتة البيضاء عليها شوكولاتة بني. بصوا شكله بقى جميل وطعمه أجمل. ده الفرماسيل، في منه الصغير وفي منه الكبير زي ما انت حابة. من أفضل الحاجات اللي على البيتي فور هو الفرماسيل البني، طعمه بيبقى مقرمش، والبيتي فور كمان طعمه بيبقى كده حاجة كده تحفة، وهو طازة مقرمش وجميل ودايب من جوه كده، بيبقى حاجه بيقطم يعني معاكي وجميل جدا جدا جدا. اتمنى تجربوا الطريقه وتكتبوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وكل سنه وانتم طيبين. اترككم على خير، انتظرونا فيديوهات تانية كتير على قناتي. مع الف سلامه.